مشاهدينا الكرام متابعين قناة الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي المغرب التي فتحت آمال وأبواب الأدوار المتقدمة ورسمت الكثير والكثير من الأحلام للعرب من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة، ومن أجل العبور بنا من واقع الأحلام إلى أرض الواقع. ولتحقيق هذا الحلم أسود الأقطس في مباراة اليوم يبحثون بكل تأكيد عن مواصلة المشوار ويرفعون راية العرب والمغرب من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد على يسار حارس المرمى بونو، وبعيدا في التوقيت المناسب للمنتخب المغربي من خلال مباراة اليوم، مباراة يقودها تحكيميا الحكم الأرجنتيني فاكوندو. تسرى محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ياسين في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب اجتياز المنتخب الاسباني. محاولة ملعوبة راسية تحولت الى خارج ارضية المغرب، البرتغال كرة محاولة راسية راسية راسية. اوه ينصيري، اوه سفيان بوفون امامية داخل منطقة الجزاء. طالت نعم، ووصلت الى حارس المرمى كريستيانو رونالدو. كرة من جواو فيليكس، التغطية وإبعاد تسديدة بعد ذلك والتصدي موجود. المحاولة البرتغالي من خلال احداث هذا اللقاء كرة صافرة وخطأ لمصلحة البرتغال، والمحاولة لا زالت مستمرة. كرة محاولة ملعوبة الآن راسية، لكن أيضا تغطية وإبعاد تسديدة بعد ذلك، وأشرف هنا من أجل التغطية. جونزالو تمامية من دالوت، محاولة الوصول إلى جونزالو، لكن بعد ذلك الكرة سهلة من حارسي المرة. هذا جونزالو سجل أبرز عبور البرتغال في منافسات بطولة كأس العالم. ميسي تأهل على حساب البرازيل، وثانيا الأرجنتين تأهلت على حساب هولندا. المنتخب البرتغالي ملعوبة أمامية عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى ديوغو كوستا كيف زياش مر تقدم زياش سدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن بعد ذلك سفيان بوفال طالت على سفيان تحولت الى حكيم، عرضيه يا حكيم يلعبها، اصطدمت تحولت الى ركله ركنيه، وصلت الى تصل الى جواو فيليكس، لكن برافو تغطيه من اشرف حكيمي يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب. وصلت الى شاهد منتخب بلاد امام المنتخب الجزائر راسيه من يوسف النصيري. الكرة الراسية الماضية واجهة كلما زاد القلق والحذر والخوف. ياسين التحام ما بينه وما بين برونو فرنانديز، يسقط على اثره اللاعبان. تغيير لاتجاه اللعب، طالت تحولت الى خارج ارضية الملعب الى ركلة مرمى عند ياسين بونو. محاولة تعود الان صافرة نعم، خطأ ياتي من حكم المواجهة فاكوندو تيو، ثالثة له في هذه البطولة. كرة بمحاولة ملعوبة الأمامية الآن، لكن أيضا راسية وإبعاد أمامية. طالت طويلة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ولكن مستمرة تسديدة خطيرة جدا كرة جواو فيليكس، لكن اصطدمت والكرة في الجهة اليسرى، عرضية ملعوبة راسية. لا أمل لاح بالقدم اليسرى، يستمر بنفس الاسلوب. الله 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 الله، والمغاربه بنفس الاسلوب بنفس الجزاء، والتسديده تاتي البرتغالي. محاوله ملعوبه لكن رائعه جدا من زياش. طالت على نصيري، طالت على يوسف، الاكثر تاثيرا على لاعب الكره اليسرى الى رافائيل جريرو. تسديده قويه جاءت من جواو فيليكس الى خارج ارضيه الملعب. المغربيه الان مرور صافره وخطا على سفيان بوفال. وصلت الى الجهه اليسرى، عرضيه داخل منطقه الجزاء.
مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم. الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف. أول الأهداف، أحلى الأهداف. يا الله يا الله يا الله، المستحيل ليس مغاربيا. أنا بالمقابل اصطدمت في العارضة الحذر بهدف مقابل لا شيء. هي ملعوبة لكن تغطية وإبعاد يا يوسف. أندري بيانصيري، الهدف الثالث ليوسف نصيري. قائمة يا الله يا الله يا الله. فليكس خطيرة جدا وركلة. لا 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 لا. محاولة برتغالية، دقيقتان كوقت بدء وانتهى الشوط الاول. يبدا شوط المباراة الثاني من دون اي تغييرات تذكر. محمد حكيم يسقط الان. صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ ياتي لمصلحة اشرف حكيمي. هذه الكرة في هذا الشوط من اجل الوصول للمنطقة الرأسية. جوله يا الله يا الله. محاولة ملعوبة لكن تغطية وإبعاد، عادت في الجانب المقابل في عرضية تأتي لكن في أحضان ياسين بونو. كرة تصل سهلة، تدخل برافو. محاولة ملعوبة لكن أيضا ياسين بونو والتبديلات بدخول جواو كانسيلو وكريستيانو. حكيم لم يكتمل المرور ويمرر الكرة على بشار في منطقة الجزاء. معلش عيدت من امام كريستيانو. رشيد بن محمود بالمناسبة لاعب للمغرب اضطراريا. كرة بمحاولة ملعوبة راسية خطيرة، مرت عن طريق غونزالو راموس. محاولة ملعوبة وهذه التغطية دفاعية ومن ثم بعد ذلك حضور نشأوا وتألقوا في اوروبا. لا، المغرب اليوم عندها الجزاء. خليها نعم. لا يمر الوقت، لا يمر. تعود المحاولة من جديد، تسديد. كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج وتروح إن شاء الله البرتغال. أكثر من محاولة في المباراة الماضية. عودة من خلال هذه الكرة لمنطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب. بونو يتصدى للمحاولات الماضية. هذه الكرة ومستمرة وقائمة. عادت بشكرة بمحاولة. حذر يا شباب، الحذر. لاعب يترك وحيدا في منطقة الجزاء. لا في منطقة الجزاء لكن ايضا تغطية مرت من امام الجميع. العرضية مرت من امام الجميع. العرضية لكن ايضا تصطدم. التغطية الدفاعية والابعاد الى خارج ارضية الملعب. كرة تصل الى ركلة. المنتخب البرتغالي اسرع يا سفيان. ملعوبة ياسين. برافو ياسين. يبعد الكرة عن الخطر الى ناحية. محاولة خطيرة. يش محاولة راسية وابعاد. عرضية والتدخل. اجمالي الحضور الجماهيري في مباراة اليوم 4. انطلق يا عز. لا داخل منطقة الجزاء لكن ايضا تغطية والجماهير المغربية تؤازر تشجع. لا زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء لكن ايضا هي ملعوبة لكن ايضا تغطية وبعيدة مرة وقائمة خطيرة. تسديدة بطل يا ياسين السد. الله معلم. يعود المحاولة. خلصها ياسين مرلل. حاول يا اخي حاول. مرت من امام الجميع. نعم يا سلام لم تم. هذا هو الاسلوب الذي سيحاول لا يترك ابدا. تعود المحاولة الأخير من الوقت الأصلي، دقيقته الأخير. محاولة راسية وإبعاد. شتيرة. نعم وليد متسللة. خليها يا وليد. وبالتحديد مع نادي قطر. طالب يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل. ياسين يا بطل يا ياسين. كرة إلى خارج أرضية الميدان. وليد شديرة يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. وبعدت في التوقيت المناسب.